كيف ترى الجهود والمحادثات التي تتم حاليا في صفوف توحيد الصف الكردي، خاصة أن المرحلة تتطلب الإسراع؟ هناك مخاوف، هناك تركيا تريد يعني معاداة الشعب الكردي، إبادة الشعب، مرحلة وجودية يمر بها الكرد في هذه الفترة. طبعا حساسية المرحلة وضرورات المرحلة، هذه المرحلة هي مرحلة الوحدة ومرحلة العمل جميع الأحزاب والتنظيمات الكردية بالابتعاد عن المصالح الحزبية، وتكون المصلحة مصلحة الشعب الكردي هي تكون الأساس. على هذا الأساس ضرورة أن يكون هناك توحيد للآراء والرؤى الكردية في سوريا، ولعب الأكراد دورهم الأساسي في بناء سوريا الديمقراطية وتحقيق أهداف الشعب الكردي وحقوق الشعب الكردي ضمن سوريا الديمقراطية. لذلك يتطلب المرحلة توحيد الصفوف والابتعاد عن جميع الخلافات والمصالح الحزبية الضيقة. الجهود الرامية من أجل توحيد الصف الكردي مستمرة، هي جهود مشكورة وجهود لها كل الاحترام والتقدير. هذه الجهود أعتقد أنها خلال الفترات القادمة سوف تكون له نتائج إيجابية